عمرك غادي تبني دارك وانت مرتاح؟ الا درتي هاد الحلقه معايا وغادي تعرف. السلام عليكم، معكم ماني اسامه مهندس معماري، واليوم غادي نشرح لكم كيفاش تبني دارك وانت مطمئن بلا صداع الراس وبلا مشاكل. فكر معايا، الا كان عندك مشكل قانوني عند من غادي تمشي عند محامي باش تكون يقين من كل خطوه كديرها. والا كان عندك مشكل صحي عند من غادي تمشي؟ اكيد غادي تمشي عند الطبيب باش تطمئن على راسك. نفس الشيء خاصك ديرو بالنسبه للبني. الاستشاره اللي تقدر تاخذها بثمن بسيط تجنبك مشاكل كبيره وكتوفر عليك وقت، فلوس وصداع وتبرزيل. وبحال كما كنقولوا الشطيري يتعشى جوج المرات. دابا غادي نحكي لكم قصه ديال جوج ديال الناس، سي ياسين والسي خالد. سي ياسين كان ذكي وقال بغيت نبني الدار ديالي ولكن بغيت نكون متاكد من كل حاجه. جا عندي وتقرر ياخذ استشاره معماريه. قبل ما يبدا درنا دراسه للتربه، حسبنا الميزانيه وكل خطوه كانت محسوبه بالتدقيق. دابا سي ياسين ساكن مرتاح وعارف بلا كل درهم كنصرفو كان في محله.